السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ بخير، صحة لاباس، هانيين، كلشي مزيان، أحوالكم طيبة 5 نتمنى كلشي يكون في تمام الصحة والعافية. اليوم 28 جوج 2023. أولا كنسلم على المتتبعين اللي كيبغيوني أنا في شخصي وكيحبوني لله في سبيل الله، حتى أنا كنحبهم وكنموت عليهم. بغيت في هذا الفيديو هذا باش نهضر على بزاف الناس كيسولوا على يوسف الزروالي. اليوم غنقول لكم يوسف الزروالي فين هو. بغيتو تعرفوا يوسف الزروالي فين هو؟ غنعطيكم الحقيقه، يعني الحقيقه اللي ما غيقدر يعطيها لكم حتى واحد ابدا. في الاخر ديال الفيديو غادي تعرفوا الحقيقه الزروالي فين هو بالضبط اكزاكت. المهم بالنسبه لبزاف الناس كيسولوا على الزروالي فين هو، وزاد طينا بان له هو الزروالي ملي خرج بداك الفيديو مظلم. الناس كتسول كتقول له شعل الضوء، واش طاطا كيستفزوه زعما باش يشعل الضوء هذا. ولكن هنايا انا غادي نقول لكم الزروالي فين هو بالضبط. المهم نهضروا بعدا على الملف ديال سعاد البريقي، الله يرحمها وليها برحمة الله. أميرة المغاربة، أميرة النساء، شريفة النساء المغربيات، وجميلتهن وحبيبتهن سعاد البريقي. سعاد البريقي اللي وافاتها المنية في ظروف غامضة، اللي أنا شخصيا حطيت أكثر من علامات استفهام. دخلت لي الشك في الوفاة ديالها. داكشي علاش خلاني أنا داكشي علاش نط لصقت في هذا الملف هذا اللي ما يمكنش ليا نطلق منه واخا يبقى فيا عرق كيضرب. سعاد البريقي اللي ماتت مقتولة، يعني ماتت بالسم. انا كنحسبها تقتلت، ماتت مقتولة ياك. يعني مادام التشريح الطبي ثبت باللي سعاد الله يرحمها ماتت بتسمم، حنا كنقولوا هنايا سعاد ماتت مقتولة. ملي سعاد ماتت مقتولة خصنا نعرفو، يعني داكشي اللي في بالي هو اللي كاين ياك. حنا هنا غادي نهضروا بالواقع وفي الواقع وبالكلام الواقعي، ماشي الكلام الخيالي. غير انا اللي غادي نقول لك انا الزوج ديالها. بزاف الناس كيقولوا لك حنا لا ما كنتهموش هو، وانا كنتهمك انت من قتلت سعاد، انت وعائلتك يا زوجها. نتوما اللي درتو السم لسعاد بالتعليمات من الخليله ديالك اللي هي الصديقه ديالك، درتو ليها السم لسعاد بتعليمات انت ما حضرتيش تما، ودرتي لايف باش غدا بعدو منين يسولوك يوقع التساؤلات يقولوا انا ما كنتش تما. اللي طبعا داك الشيء هذاك من بعد كتقولوا انا ما كنتش حاضر ياك، انا ما كنتش حاضر. انت قتلتي سعاد، طير تنزل انت اللي قتلتي سعاد وغتمشي للحبس. وعقل على هاد الهضره هادي. علاش؟ لان انا كنعرف كيفاش كتخدم الاجهزه الامنيه المغربيه. شي الا كانت في كتشكل عجينه الاجهزه المغربيه والله ما تزقلك. فراسكم هاد القضيه سعاد راه دخلت فيها حتى المخابرات، لا دي اس تي، المكالمات كلشي سمعوه، كلشي عرفوه. قضيه راه فيها خواتاتو، مو مرتو الحاليه او الزباله الحاليه، هو وبعض الاصدقاء ديالو المتسترين على الجريمه. انا ما يمكنش ليا
نقول كل شيء، لان كاين شي مسائل كتقال وكاين شي مسائل ما كتقالش. غير نتوما حاليا راكم في واحد الحبس كبير اللي هو عدم المغادره التراب الوطني المغربي، اللي ديك الشيء اللي فيكم كتلصقوه في الناس. نتوما ممنوعين من مغادره التراب الوطني ولصقتوها في الزروالي اللي هو رديتوه ممنوع من المغادره التراب الوطني. بلاتي نتكسل بعدا، عيط يلاه فقت من النعاس. تفهمنا؟ يعني داكشي اللي في عندكم نتوما كتلصقوه في الناس. الزروالي رديتوه عنده اغلاق الحدود. واش عارفين شنو كتقولوا بعدا؟ شنو كتسوقوا للبشر ديالكم المتتبعين كيتبعوكم؟ واش عارفين شنو كديروا ولا ما عارفينش؟ او شنو كديروا او شنو كتقولوا؟ واش عرفتوا شنو بنادم تقولوا له عندك اغلاق الحدود؟ يعني نتوما راكم جلستوا مع وكيل الملك ووكيل العام وقال لكم راه يوسف الزروالي عنده اغلاق الحدود، في الوقت اللي حنا كنقولوا لكم نتوما اللي متابعين في هذا الملف ديال سعاد الله يرحمها عندكم اغلاق الحدود، وبالدليل عندكم اغلاق الحدود. ومشيتوا باش تسافروا ما خلاوكمش تسافروا. مشيتوا باش تسافروا ما خلاوكم، رجعوكم من المطار قالوا لكم عندكم اغلاق الحدود. انتم في اطار البحث ياك، تبقاو تقولوا لنا حنا نتحداكم او تتحدونا ما ديك الهضره ديال نص كيلو ما عندنا ما نديروا بها حنايا. عطيونا القابض كما كنعطيكم انا القابض. تفهمنا؟ انا خديت واحد العتيق على راسي اللي هو العداله لسعاد البريكي، اختي حبيبتي العمر ديالي الروح ديالي الاكسجين ديالي. اي حاجه بغيتي تقولوها فيها في هاد سعاد هادي بالنسبه لي انا اي حاجه فيها الحب والحنان انا عندي مع سعاد. اختي بنتي حبيبتي صديقتي امي، اي حاجه ممكن تقولوها على سعاد كنبغيها بزاف. انا سعاد كنبغيها فوق الخيال، عارفين شي حاجه حب فوق الخيال؟ راه هذاك هو حب الجنون. سعاد بريكي الحب ديالي ماشي الحب ديال واحد وواحد، لا الحب الاب لبنتو، كنحسبها بنتي هذيك انا ولا امي ولا اختي ولا بنت الجيران، ولا المهم الحب القاسم المشترك هو الحب. كنبغيها بزاف. علاش كنبغيها بزاف؟ تحقرت تظلمت عاشت الحقره، عاشت التنمر، جميع المسائل الخايبه عاشتهم ياك، جميع المسائل الخايبه عاشتهم. في الاخر صيفطوا على القبر وجابوا واحد الخانزه في بلاصتها اللي ما توصلش لسعاد حتى للضفر ديال رجليها. هذا هو المشكل. بالنسبه لكم انتم اللي كتقولوا، بالنسبه لكم انتم اللي كتسولوا على الزروالي بزاف، فين هو الزروالي، انا كنهضر على هادوك اللي ضد الزروالي، ما كنهضرش على هادوك اللي كيبغيو الزروالي. بغيتو تعرفوا الحقيقه، بغيتو باش قلبكم يتهنى، انا نقول لكم الزروالي فين هو. دخلوا البيت النعاس ديالكم ياك، غادي تلقاو الزروالي ناعس لكم مع عيالاتكم، غتلقاوه تما. شتو الزروالي فين هو مخشي لكم بين حدا عيالاتكم. يا الزروالي يا قاهركم يا فارعكم يا مشرشمكم. وانت يا خرايا 24
انا عذبك في حياتك، غتعيش العذاب. هذا وعد. ها غتعيش العذاب. اون بلوس غادي يجيو عندك شي اصدقاء تما، غتعيش العذاب. وكذلك انت يا الجوكر باك، مسمي راسك الجوكر باك. الجوكر باك قال لك صافي. بغيتو تعرفوا الزروال فينا هو، انا قلت لكم فينا هو. يلا اخوتي تبارك الله عليكم، كلنا سعاد البريقي، كلنا خونا العزيز يوسف الزروالي، الله معاه، الله مع والديه، الله مع والدينا، الام ديالي، الله يرحم الموتى المسلمين وغير المسلمين، الله يرحم من قرانا ومن علمنا، الله يطول عمر الجميع، الله يحفظ الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.